الفيديو ده هو دليلك الشامل للاعلانات بالذكاء الاصطناعي، عشان هعلمك ازاي هتعمل الاعلانات اللي انت بتشوفها في السوشيال ميديا. لو لسه ما تعرفنيش، انا علي بن بوزيا، اي اي سبيشاليست وارت دايركتور، ودي قناتي اللي انا هوصلك فيها من مبتدئ لبروفيشنال في الاي اي والاعلانات. صلى على النبي، تعالى معايا. طيب بعد ما بنستلم المنتج بنبدا ان احنا نعمل الستوري بورد اللي انتم شايفينها قدامكم دي. بعد كده بنبدا نستخرج منها المشاهد اللي احنا عايزينها عشان في الاخر نوصل لاعلان كامل زي اللي انتم شايفينه قدامكم ده بالظبط. ده اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله النهارده مع بعض. اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نبدا ان احنا نعرفها بعد ما نستلم المنتج، وهي مرحله اسمها مرحله التغذيه البصريه. مرحله التغذيه البصريه دي باختصار احنا بنبدا نشوف افكار اتعملت قبل كده واعلانات اتنفذت قبل كده بشكل كويس، فبنبدا ان احنا نستلهم منها الكلام ده كله عشان نقدر ان احنا نطلع فيديو كويس بالهويه البصريه بتاعت العميل بتاعنا. طيب اشهر مواقع في نقطه التغذيه البصريه هو موقع بنترست، وده افضل موقع لاستخدام الالهام البصري. طبعا في مواقع تانية كتير تقدر ان انت تستلهم منه تغذية بصرية، ولكن انا بحب موقع بنترست. باختصار شديد هو موقع لامم كل الكرياتيفيتي اللي بتبقى موجودة. وبنبدأ ندوس سيرش هنا اهو، وبنبدأ نكتب اسم المنتج اللي معانا وجنبيها 3D ادز، زي مثلا اهو نفس الشكل ده كده بالمنظر ده. طيب انت هتبدأ ان انت تكتب 3D ادز جنبها، تبدا تشوف تعمل تغذيه بصريه للمنتج اللي انت شايفه قدامك، او تشوف حاجات اتعملت قبل كده عشان تقدر ان انت تطلع منها مشاهد تكون قويه تقدر ان انت تشتغل بيها في الاعلان بتاعك. يعني احنا في مرحلتنا دي احنا عملنا تغذيه بصريه طبعا وعملنا ستوري بورد. وبعد ما خلصنا هنبدا نخش بقى على الورك فلو بتاعنا، السبيس بتاعتنا اللي هي بتاعت ماجنيفيك. طبعا انت لو ما بتقدرش ان انت تشتغل على ماجنيفيك هتلاقي في علامه الاي اللي موجوده فوق على اليمين او فوق على الشمال دي هتلاقي موجوده فيها نقطه الورك سبيس. انا شارح دي هتلاقي فيها شرح السبيسز بتاعت ماجنيفيك اللي هو زمان كان فري بيك. لو ما تقدرش تشتغل عليها فروح اتفرج على الفيديو وارجع تاني كمل، عشان احنا شغلنا كله دلوقتي هيكون على السبيس. نتنقل على المرحله اللي بعد كده بقى، ودي اهم مرحله، وهي مرحله عمل الستوري بورد اللي انت بتبقى شايفها قدامك دي. ان انت تطلع مشاهد كتيره زي كده وبتبدا ان انت تاخدها وبتطلع منها المشاهد بتاعتك بقى، السين، كل حاجه تقدر ان انت تفرغها واحده واحده. طيب احنا دلوقتي معانا صوره المنتج بتاعنا اهو. هنجيب دوس كليك يمين ونبدا ناخدها كوبي، نستنى شويه لغايه لما يظهر لنا الايقونه اللي فوق دي اللي هي ايمج كوبيد. بعد كده هتبدا تخش على التول اللي انا مدربها لك ومجهزها لك. التول دي خاصه بمشتركين الكورس. انا هعمل لكم نفس التول دي ولكن هتكون فري. التول دي هتقدر ان انت تشتغل بيها. خلينا نخش مع بعض وافهمكم التول كلها بتعمل ايه وايه لازمتها، عشان دي اهم نقطه في الفيديو كله. طيب ده شكل الاب بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها. الاب باختصار شديد هو فيه شويه سكاشن موجوده هنا هو على الشمال، تبدا ان انت بتختار منها عشان يبدا يطلع لك الستوري بورد اللي انت بتعمل بيها الاعلان بتاعك. طيب في البدايه خالص انت ممكن ما تكونش فاهم الواجهه، هي واجهه بسيطه باختصار جدا. الواجهه دي بتبقى عباره عن ايه؟ هنا هتبدا ان انت تحط له صوره المنتج بتاعك. بعد كده هتبدا تختار اللون بتاع الباك جراوند اللي انت حابب الاعلان يظهر عليه، او ترفع له صوره. الصوره دي باختصار شديد دي الباك جراوند ايمج اللي عايز الاعلان بتاعك يطلع فيها. وعندنا هنا نقطة البريف ده مهمة جدا جدا جدا، لان ده هو اللي انت بتوصف بيه الاعلان بتاعك او شكل المشاهد اللي عايز هتطلعها، او شكل المشاهد اللي انت هتطلعها. وكمان عندنا كلمه التعليق الصوتي اللي هو الفويس اوفر، ده يفضل ان هو يكون موجود، مش موجود خلاص. طيب نوت البريف دي انت بتجيبها منين؟ دي بتجيبها من العميل بتاعك. ولو عايزين نعمل فيديو تاني عن البريف ممكن تكتب لي في الكومنتات لو حابب ان انت تعمل فيديو عن البريف وازاي نقدر ناخد البريف كامل من العميل صح. هيجي عندنا نقطة النمط البصري. دي بتبقى شوية اختيارات كده موجودة، بيقول لك التوجه البصري او الدايركشن بتاع الاعلان بتاعك انت عايز تاخده لفين، او تطلع السينات ليها علاقة بايه. هنشرح كل ده مع بعض دلوقتي، ولكن انا بعلمكم الاب بتاعتي الكامله بيكون فيها ايه. طيب احنا هنا هنحط المنتج بتاعنا كنترول في، انت تقدر ان انت تاخده كنترول سي وتحطه هنا كنترول في. نبدا ان احنا نختار اللون، هنختار اللون اللي فوق ده ونغمقه شويه كده. وهنبدا نكتب في البريف ده بقى ايه هو المنتج بتاعنا او هو عباره عن ايه. المنتج بتاعنا عباره عن زبادي يوناني، زبادي يوناني فيه 16 جرام بروتين،
محتاج يبان التفاصيل اليونانية والتماثيل اليونانية. فهو بيبدأ ياخد منك البريف ده عشان يقدر يطلع لك حاجات ليها علاقة باللي انت كاتبه. طيب احنا هنا هنخليها اي دريفن. اي دريفن دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هو بيحدد لك الدايركشن اللي انت هتمشي بيه. الاي اي هو اللي بيحدده لك، مش انت اللي بتختاره. وكمان عندنا برودكت ريفيل. برودكت ريفيل ده بيعمل كشف سينمائي للمنتج نفسه، يعني بيلف لك المنتج، بيشوف التفاصيل بتاعت المنتج نفسها هكذا. طيب احنا عندنا دلوقتي الحاجات دي كامله كده، وانت تقدر ان انت تعيش فيها وتجربها كلها مع بعض، ولكن احنا هناخد الاي اي دريفن وهناخد برودكت ريفيل وهناخد معاهم 3 دي ماكرو، وهننزل تحت كده هيجي معانا دلوقتي حاجه اسمها كانفاس ريشيو. ايه هو الكانفاس ريشيو ده باختصار؟ عندك 16 ل 9 وعندك 9 ل 16. الاختيارين دول بيبقوا عباره عن ايه؟ خليني باختصار شديد اقول لك، انت لما ترجع هنا على الورك سبيس بتاعتك هتلاقي ان الموضوع كده بالطول. دي ال 9 ل 16 اللي هي عرض التليفون، اللي هو المقاس الطولي بتاع التليفون. ولو جيت هنا ناحيه الشمال شويه هتلاقي هنا اهو في الفيديو ده، هتلاقي ان المقاس كله دلوقتي بالعرض. فده الفرق بين الاثنين. طبعا احنا في حالتنا دي هنختار المقاس بالطول، وبعد كده هندوس تشغيل المحرك. فبيبدا ان هو هنا بيتعرف على الكلام اللي انت كاتبه، وبيقرا المنتج اللي انت حاطه، وهيبدا يطلع لك هنا برومتس. البرومتس دي هي اللي بتبدا تطلع الستوري بورد اللي احنا بنشتغل بيها. خلينا نشوف مع بعض. هنا طلع لي اول سيكونس اهو الاي اي دريفن اللي احنا اخترناه في الاول خالص. فهناخد ده كوبي وهنروح على الورك سبيس بتاعتنا. خلينا نبدا ورك سبيس جديده خالص دلوقتي بالمنتج بتاعنا. ناخدها كوبي، نطلع فوق وندوس كنترول في. طبعا نقفل كل الكلام ده، نقص الكلام ده كله عشان نبدا ان احنا نشتغل اكنها ورك سبيس جديده خالص. وهنبدا ان احنا ناخد من كلمه ايمج دي نحطها هنا، ونجيب ايمج جنريتور بحيث ان احنا نبدا نطلع بقى الستوري بورد بتاعتنا. طيب احنا هنا خدنا كوبي من الابلكيشن بتاعنا. هنبدا نحط البرومبت هنا اهو، ونختار الموديل بتاعنا. هنختاره نانو بانانا برو، ونختار 9 ل 16 اللي احنا اخترناها هنا اهو في الابلكيشن بتاعنا. بعد كده هنختارها 2K، ونحط البرومبت اللي احنا واخدينه من هناك، ونبدا ندوس رن. طيب احنا دلوقتي طلع لنا كمان معانا البرودكت ريفيل. طيب البرودكت ريفيل ده الستوري بورد الخاص بالبرودكت ريفيل، ده السيكونس الثاني. هنبدا ناخده كوبي وهنعمل ايمج جنريتور ثانيه. احنا ممكن نعمل ايمج جنريتور ثانيه ونوصلها بالبرودكت، او ممكن نعمل الت ونسحب يمين هتلاقيها طلع لك نسخه ثانيه من نفس الحاجه اللي انت كنت واقف عليها. فدلوقتي انت كده عرفت اختصارين موجودين، الاختصار العادي والاختصار الثاني اللي انت تقدر تستخدمه نقطه الت وتسحب يمين. طيب احنا هنا هنحط له البرومت اللي احنا لسه واخدينه، وندوس ران برضو، وناخد السيكونس الثالث اللي هو فيه 3 دي ماكرو للمنتج نفسه، ونبدا ندوس بيست. طبعا هنا بناء على اللي هو احنا كتبناه له، فابتدى ان هو يعرض لي فعلا ان هي عندها 16 جرام بروتين. ابتدى ان هو بذكائه ان هو يطلع المنتج نفسه، يشوف المنتج بيتكلم عن ايه، سواء التوت البري سواء الستروبري اللي بتبقى موجوده فيها. الكلام ده كله هو ابتدى ان هو يحلل المنتج ويشوف شكل المنتج ويطلع لي برومت خاصه بالكلام ده. حتى التماثيل اليونانيه اللي انا قلت عليها موجوده برده في الستوري بورد بتاعتنا. وكمان هنا البروتكت ريفيل اللي احنا قلنا عليه، هنطلع لي هنا مشهد ان التمثال اليوناني ماسك المنتج بتاعنا زي ما انا ما كنت عاوز، وطلع لي حاجات هنا خاصه بالمنتج بتاعنا زي ما احنا عايزين. طبعا احنا هنشيل شويه الحاجات دي. وهنا ال 3 دي ماكرو نفس الشيء برضو، ان هو اختص بنقطه المنتج نفسه. طيب يا علي انت دلوقتي مش عايز تطلع التماثيل والكلام ده وعايز للمنتج بس، هنعمل ايه؟ هنرجع هنا تاني عادي خالص، نشيل كده نبان التفاصيل دي، ونرجع نشيل كلمه التماثيل، ونبدا ندوس تشغيل المحرك تاني، هيطلع لي حاجات جديده. فاحنا هنا طلعنا اول 3 ستوري بورد موجودين عندنا. هنبدا ان احنا نعمل ايمج جنريتور كمان عشان نطلع الحاجه الجديده اللي هو ظهرها لي. وهنبدا ندوس هنا اهو ريفرنس، نوصل المنتج بتاعنا في الايمج جنريتور الجديده، ونبدا نديله البرومت الجديد اللي احنا عاملينه. ده يوفر عليك وقت طبعا في شات جي بي تي، ويوفر عليك وقت في نقطه الاعلان بتاعك. بدل ما تروح لشات جي بي تي تبدا توصف مشهد مشهد، لا هو بيطلع لك مشاهد كتير وانت تبدا تختار منها بالتوجه البصري او الدايركشن اللي انت حاطه للاعلان بتاعك. هنا بدا ان هو يظهر لي السيكونس الجديد اللي احنا قلنا عليها من غير التماثيل. وهنبدا ندوس جنريت ونوصل كده، وندوس ران.
وفي نفس الشكل برضو هناخد البرومبت التاني بالمنظر ده، ونبدأ ندوس رن برضو، ونشوف النتائج اللي هو هيطلعها لي هتكون عاملة ازاي. طبعا هنا طلع لي مشكلة ان المنتج بتاعي اتغير تماما، وده مش انا عايزه. يعني احنا دلوقتي موصلين الريفرنس بتاع المنتج بتاعنا ومطلع لي منتج غير المنتج دي، فازاي نحل المشكلة دي بمنتهى البساطة؟ الريفرنس اللي احنا واخدينه هل فعلا احنا موصلينه ولا لا؟ ده اول نقطة. رقم اتنين، هتبدأ تخش على نقطة السيتنج دي وتبدأ تخش على برومت اديتور. دي لازمتها ايه؟ دي باختصار شديد، انت لو المنتج بتاعك اتغير، دي باختصار شديد هو ده جيميناي بتاعك او شات جي بي تي بتاعك، بدل ما تروح لشات جي بي تي وتبدا تقول له لا عدل لي على النقطه الفلانيه اصل المنتج مش مظبوط، ما توصفليش المنتج، لا بمنتهى البساطه هتبدا تقول له هنا اهو في ميك ات برو مور ديتيلز، هتبدا تقول له انا عاوز المنتج بتاعي يكون هو نفس الشكل وما تغيرش التفاصيل بتاعته. دي باختصار شديد، دي لما انت بتديله البرومت ده هو تلقائي بيحط البرومت في البرومت اديتور اللي موجود ده، حتى هو اسمه برومت اديتور، فبيبدا ان هو يعدل على البرومت اللي انت مديهوله وبيزود وبينقص على حسب اللي انت عاوزه. فبدل ما تروح لشات جي بي تي وبدل ما تروح لجيميناي، دي اوفر لك بكتير جدا. حتى ممكن تعمل انهانس برومت ان هو يظبط لك البرومت اللي انت حاطه بشكل كويس. وطبعا هنضيف دي كده وندوس رن كده، وابتدى ان هو يعدل البرومت بتاعنا عادي خالص بمنتهى البساطه. بعد كده هندوس ابلاي برومبت وتعالى نشوف النتيجه مع بعض. نفس المشكله برضو هنا ظهرت في المره الثانيه دي، احنا محتاجين برضو هنعمل نفس الحاجه. هنخش الاعدادات، هنبدا نخش على برومبت اديتور، هنقول له انا محتاج المنتج بتاعي يكون نفس المنتج اللي في الريفرنس اللي انا مديهولك، وما توصفش اي حاجه ليها علاقه بالمنتج، اكتفي انك تقول نفس اللي في الريفرنس بالشكل ده كده. وندوس رن، وندوس رن مره تانية. بالشكل ده حل لي المشكله وظبط لي الاضاءات وظبط لي المنتج بتاعي واداني نتائج انا كنت محتاجها، نفس المنتج نفس كل حاجه وظبطها لي. فدي اوفر لك جدا من شات جي بي تي، ودي اوفر لك جدا من جيميناي، بدل ما تروح كل شويه تدي برومت وتاخد برومت كوبي وتجيبه هنا بيست، فده بيخلص لك الدنيا بمنتهى البساطه. دي حركه حلوه جدا من موقع ماجنيفيك، كويسه جدا ان انت تقدر تستخدمها. طيب هنيجي بقى على المرحله اللي بعد كده، وهي يا علي احنا دلوقتي عايزين نستخرج المشاهد اللي احنا عملناها. دلوقتي احنا عملنا ستوري بورد خلاص، وعرفنا التوجه البصري اللي احنا هنعمله، وطلعنا مشاهد كويسه جدا والمشاهد كلها حلوه. انا محتار دلوقتي اطلع المشاهد دي ازاي، انا اعمل ايه، اوصل للنقطه دي ازاي؟ طيب بمنتهى البساطه وبمنتهى الشفافيه انا هقول لك تعمل ايه. انت هتجيب ايمج جنريتور جديد عادي خالص، هتختار موديل نانو بنانا برو زي ما احنا مختارينها 16 ل 9 عشان الاعلان هنطلعه بالطول، ونخليها هنا 2K. طيب هنبدا بقى نوصل الستوري بورد اللي احنا طلعناها بالايمج جنريتور الجديد اللي احنا عملناه. يعني ايه؟ منتهى البساطه هناخد الستوري بورد دي نوصل الاوتبوت بتاعه في الانبوت بتاع الانبوت الجديد بتاعنا بتاع الايمج جنريتور، ونبدا نكتب له البرومت اللي انا هسيبه لك ده، لان البرومت ده من اهم البرومتس اللي انت هتستخدمها في نقطه المنتجات او البرودكت عامه، لان هو ده اللي بتقدر من خلاله تستخرج الاعلان بتاعك او تستخرج المشاهد بتاعتك اللي انت تبدا تحركها. طيب بمنتهى البساطه اهو دلوقتي بقى عندك البرومت اللي انا قلت لك عليه ده، ده وظيفته باختصار شديد ان هو بيستخرج لك الصور اللي انت محتاجها او اللي انت بتحددها عشان يبدا يفهم هو عايز ايه او يطلع ايه بالظبط. يعني انا دلوقتي محتاج ان احنا نشرح البرومت ده، هناخده كده كوبي وهنعمله كنترول في. طبعا انا هسيب لكم رابط الورك فلو ده كله، السبيسز دي ممكن اسيبها لكم ان شاء الله في التعليقات تحت او في الوصف تحت في الديسكربشن، تقدر ان انت تخش وتشوف كل اللي احنا عاملينه والخطوات اللي احنا عاملينها. طيب هو هنا دلوقتي في البرومت ده بيقول لك ايه، خلينا نبعد ده شويه كده على جنب. بيقول لك اكستراكت ذا اكزاكت فريم. هنا بيبدا تكتب الرقم وبيبدا يكتب الرو وبيبدا يكتب الكولم، دول اهم ثلاثه عندنا. طيب انا اعرف منين بقى الكلام ده كله؟ هتيجي عند اول فريم خالص اللي احنا واخدينها منه. انا دلوقتي محتاج اطلع اول مشهد اللي هو رقم 2 ده عاجبني جدا. طيب اطلعه ازاي بقى؟ هو هنا كاتب لك ان هو يبقى رقم 2، فتروح هنا على النمبر اللي موجوده وتكتبها نمبر رقم 2. طيب هو في الصف الكام وفي الكولم الكام؟ الصف يعني اللي هو ده الصف كده، والعمود اللي هو كده، فالرو اللي هو الصف والكولم اللي هو العمود. طيب
هو دلوقتي في الصف الاول العمود الثاني، يعني هو دلوقتي في الصف الاول اهو، يعني في صف اول صف ثاني صف ثالث، في عمود اول عمود ثاني عمود ثالث، هو في الصف الاول العمود الثاني. فبنبدا نكتب الصف الاول العمود الثاني وبنبدا ندوس رن، وبنفس الشكل ده بنبدا نستخرج الصور كلها او المشاهد كلها اللي احنا عايزينها. هنيجي نعمل هنا تاني كده وندوس ايمج جنريتور ونبدا نحط البرومت من تاني، بس نبدا نعدل بقى على الحاجه اللي احنا عاوزينها. يعني انا دلوقتي كمان عاوز الصوره رقم 3، فهنبدا نقول الصوره رقم 3 الصف الاول بس العمود الثالث وندوس رن. نفس الشيء برضو ناخد مثلا عندنا انهي رقم 7، ناخد مثلا رقم 7 هنعمل جنريتور تانية، هنبدا ناخدها هنا كده ايمج جنريتور ونبدا نخليها نفس البرومت بالمنظر ده. هنخليها نمبر رقم 7 ونخليها الرو رقم، هو هنا دلوقتي في الصف الثالث، احنا خلاص خلصنا الصف الاول، والكولم رقم 1 وندوس رن. طيب هنا قابلتنا مشكله، المشكله دي من اهم المشاكل اللي احنا المفروض نبقى عارفين حلها لانها كانت هتقابلك كتير. هنا بمعنى اصح الموديل نفسه اللي انت شغال بيه هنج، فانت عندك طريقتين، في حل رخيص وفي حل غالي. الحل الرخيص هو ايه؟ ان انت بدل ما تستخدم جوجل نانو بنانا برو استخدم جوجل نانو بنانا 2. طيب ايه هو الحل الغالي؟ الحل الغالي ان انت هتيجي على شات جي بي تي 2، الموديل شات جي بي تي 2 وتخليها 2K وميديوم ويبدا ان هو يظبطها لك عادي خالص، ولكن احنا خلينا في نانو بنانا برو 2 وندوس رن مره ثانيه. هنا طلع لي الصوره عادي خالص ما فيهاش اي مشكله، كمان بكواليتي كويسه جدا 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 ان انت تقدر تحركها، حتى لو زومت عليها هتطلع كواليتي كويسه، وكمان ده 2K يعني مش 4K خالص. فيبدا يطلع لك المشاهد عادي خالص. نبدا نستخرج المشاهد اللي احنا عايزينها، احنا مثلا عايزين من الصوره الثانيه دي شويه مشاهد، هنبدا ندوس ران وندوس ايمج جنريتور. هنعمل كده ناخد منها مثلا رقم 4، هو كده في الصف الثاني العمود الاول، هنقول في الصف الثاني العمود الاول الصف الثاني العمود الاول وهي رقم 4 وندوس ران. هو هنا ابتدى ان هو يستخرجها له، هو حل لي المشكله عادي خالص بكواليتي كويسه ان احنا نقدر نشتغل بيها، حتى لو زومنا هنلاقي الكواليتي كويسه جدا. فده منتهى الجمال يعني ان احنا نقدر نحرك بيها الفيديو والكلام ده كله. طيب انا هستخرج المشاهد وارجع لكم مره ثانيه. بمنتهى البساطه دلوقتي انت دلوقتي طلعت كل المشاهد اللي انت عاوزها، فاحنا دلوقتي هنوصل لمرحله اللي هي مرحله التحريك. يعني احنا بعد ما خلصنا كده وقابلتنا المشاكل وحلينا المشاكل طلع لنا المشاهد بقى اللي احنا عايزينها، احنا هنا عايزين نحرك المشاهد دي، هنعمل ايه؟ فانت دلوقتي دخلنا عند مرحله مهمه جدا وهي تقريبا اخر مرحله، وهي مرحله تحريك المشاهد نفسها. تحريك المشاهد انت بتستخدم حاجه اسمها اسيستنت موجوده برضو في الورك فلو بتاعك اللي هو السبيس عادي خالص، ولكن دي ما بنخرجش بره الشات جي بي تي بناخد منه البرومت ولا الكلام ده كله، لا بالعكس احنا بناخد دلوقتي الاي بي اي بتاع شات جي بي تي من بره، هو بيبقى موجود عندنا هنا اهو، وبنبدا ان احنا نشتغل بيه عادي خالص. ماجنيفيك موفر لك الكلام ده. فبتبدا تدوس كليك يمين وبتبدا تدور على حاجه اسمها اسيستنت، وبتبدا ان انت تختار الموديل اللي انت عاوز تشتغل بيه. يعني انا عن نفسي هشتغل على موديل كلود سونيت. بعد كده هتبدا توصف تحريك الحاجه اللي انت عاوزها، بمعنى اصح ايه؟ انا محتاج دلوقتي الصوره دي تبقى هي الستارت فريم بتاعي، ومن الستارت فريم يخرج اند فريم على دي، يعني الصوره دي رقم 1 والصوره دي رقم 2. طيب احنا هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنبدا ناخد من الاوتبوت بتاع الصوره هنوصلها هنا للميديا للانبوت بتاع الاسيستنت، ونعمل نفس الشيء برضو هنا اهو، ونبدا نديله البرومت الصغير ده هنوصف كده الكلام بالظبط. انا كتبت هنا ايه؟ ان احنا محتاجين حركه للصورتين دول بحيث ان الستارت فريم يكون رقم واحد زي ما احنا ما قلنا، اللي هو قلنا عليه رقم 3 ده. يعني احنا هنا ده رقم 1، الستارت فريم هيكون رقم 1 بالشكل ده كده نكتبها. هنعمل منشن للصوره ان هو هندوس شيفت رقم 2 وندوس 1. تمام، بنوصلها كده. ودي الاوتبوت برضو دي تكون رقم 2، فكده معانا رقم 1 ورقم 2. طيب هنا دي مكتوبه ان هي رقم 3، فاحنا ممكن نغيرها هنا هو عادي خالص. هنوصل لهنا لكلمه رقم 3 دي، او هتلاقيها ايمج جنريتور موجوده فوق، هتغيرها عادي خالص رقم 2، هتدوس عليها كليكتين وتغيرها عادي رقم 1 او 2 او 3. فاحنا هنا ممكن نخليها 2 ونوصلها مع بعض كده ونخليها نقول رقم 2 وهنا رقم 1. تمام، ويكون في ترابط بينهم وفي ساوند افكت ترانزيشن، ونبدا ندوس ران. هو هنا ابتدى ان هو يديني البرومتس وبيبدا ان هو ياخد الانبوت
وبيبدا ان هو ياخد الانبوت بتاعي وهيطلع لي اوتبوت يكون كويس ان احنا نبدا نحرك بيه المشهد. فدلوقتي ابتدى ان هو يطلع لي البرومبت جاهز اللي احنا هنحرك بيه المشاهد. فبنبدا ناخده كوبي عادي خالص من هنا، وبنبدا ندوس فيديو جنريتور، نجيب فيديو جنريتور جديد، بنبدا نظبطه كلينج 3، ده الموديل اللي احنا بنحرك بيه، وبنخليها 9 ل 16 اللي هي بالطول، وهنا الوقت اللي احنا عايزينه انا عن نفسي اخليه 5 ثواني. طبعا هنا الريزولوشن ده بنخليه 1080 مش اعلى من كده، وبنخليه فيه ساوند افكت. انت دلوقتي عندك طريقتين للحركه. طيب الطريقه الاولى هي ايه؟ الطريقه الاولى ان انت توصل البرومبت بتاعك هنا اهو من التكست الاوتبوت بتاع الاسيستنت تحطه في التكست الانبوت بتاع الفيديو جنريتور، او تاخدها كوبي وتحطها هنا على طول. فده كده عندك اول حاجه. طيب هيتفضل معاك انت دلوقتي كتبت البرومبت، هيتفضل معاك دلوقتي ان انت عاوز تحط الصورتين بتوعك اللي انت هتحركهم. فانت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتيجي زي ما احنا بنعمل عادي خالص، ده رقم واحد تمام، هنحطها هنا في الستارت فريم لان دي اللي هنبدا بيها. والاند فريم اللي هو رقم اتنين هنخليها في الاند فريم. خد بالك هنا في ريفرنس، احنا بنشتغل بالستارت فريم والاند فريم، ريفرنس دي حاجه ثانيه خالص. وندوس رن بعد كده. انا هحرك الفيديو واوريك دلوقتي التحريك نفسه عامل ازاي. اهو ده شكل الفيديو اللي احنا حركناه بالشكل ده كده، هو طلع معايا بنفس المنظر اللي انا كنت محتاجه، ان هو ياخد المنتج وينزل بيه تحت. فده كويس جدا، وكمان طلعها لي بالساوند افكت اللي انا عايزها. البرومت كمان كان فيه ساوند افكت. وبمنتهى البساطه انت طلعت اول تحريك ليك للفيديو. انا هحرك الباقيين وابدا اوريكم النتيجه النهائيه في الاخر عامله ازاي. وده بمنتهى البساطه التحريك اللي احنا حركناه. خلينا نشوف مع بعض كده هو كان عامل ازاي. دي من ضمن التحريكات اللي موجوده عندنا اللي احنا بنشتغل بيها اللي احنا عايزينها. وكمان نفس الشيء دي، وكمان معانا ده. وده بمنتهى البساطه ازاي تعمل اعلان برودكت 3 دي بالاي اي. ده حاجات بسيطه، كل اللينكات اللي انا ذكرتها هتكون في الديسكربشن ان شاء الله. كده انت فاضل لك مرحله واحده بس، وهي مرحله المونتاج. بتاخد الفيديوهات بتاعتك اللي انت طلعتها وبتروح على كاب كات او اي برنامج انت بتعمل عليه، سواء بريمير سواء دافينشي. تبدا ان انت تعدل عليها وتظبط الفريمات بتاعتك، وتظبط الستارت فريم والاند فريم بتوعك ما بينهم ترانزيشن او الكلام ده كله. وبس كده. انا هسيب لكم ان شاء الله رابط السبيس اللي احنا اشتغلنا بيها دي في الكومنتات، تقدر ان انت تخش تشوف بيها، تقدر ان انت تشوف البرومت، تقدر تشوف كل حاجه. وما تنساش تعمل لي سبسكرايب. انا علي بنبوزيا، اي اي سبيشالست وار دايركتور، وانت لازم تبقى عامل لي فولو.